صباح الورد يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ فيديو النهارده سهل جدا، شوية مخبوزات ومعجنات جميلة سهلة، تنفع للمدارس، تنفع للسحور، تنفع للفطار وللعشاء بكل سهولة، بمكونات مفيش اسهل من كده ومن غير اي افتكاسات خالص. تقدري تعمليها في اي وقت. يلا بينا. اللهم اني وكلتك امري فكن لي خير وكيل، ودبر لي امري فاني لا احسن التدبير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعًا للي متابعني أنا كنت عاملة فيديو ليكم كده للجبنة، ده الشِرش اللي اتفضّل معايا ودايمًا باحتفظ بيه عشان المعجنات. لو ما عندكيش لا شِرش ولا لبن تقدري تحطّي كوبايتين من المَيّة، عليهم كيس من الخميرة، معلقتين من السُكّر العادي خالص، ونبدأ نقلّبه كويس جدًا لغاية ما الخميرة والسُكّر يدوبوا كده معانا في اللبن أو المَيّة، وبعدين ننزل عليهم بكوبايتين من الدقيق، الكوباية المعيارية أو مَج الشاي العادي، كوباية في كوباية. أول كوباية هنبدأ ندوّبها كويس جدًا بالمضرب، والكوباية التانية ننزل بيها برضه وندوّبها لغاية ما العجينة تبقى معانا ناعمة وسايلة ما فيهاش أي تكتُّلات. وتقدري لو اتكتّلت منِّك تنزّليها في الخلاط عادي خالص وتضربيها ضربة كويسة وتنزّليها في الطبق بتاعِك وتسيبيها تختمر لمدة ربع ساعة، 10 دقايق، ما فيش مشكلة. بعد ما تختمر وتحسي إن الخميرة تفاعلت كده وبقبقت كده مع العجينة اللي معاكِ أو اللبن، تنزلي بنُص كوباية من الزيت أو نُص كوباية من الزبدة، وممكن على فكرة تقللي عن النُص كوباية عادي خالص، وممكن تستغني عن الزيت والزبدة خالص في العجينة. تمام؟ هنا هنبتدي ننزل بالدقيق بتاعنا، وبعدين أنا هانزل في حدود من 5 ل6 كوبايات على حسب احتياجِك. وطبعًا العجين أو الدقيق بيختلف من مكان للتاني أو من نوع للتاني. وأنا دايمًا عندي قاعدة ثابتة يا جماعة في المعجنات، الدقيق ما لهوش معيار خالص، أنتِ بتنزلي بالدقيق لحد ما عجينتِك تلِم كده السوايل بتاعتها، وتبدئي توصلي للسُمك اللي أنتِ عايزاه. تمام؟ طبعًا اتفقنا إن المعجنات دائمًا، وأنا دايمًا قُلت في كذا فيديو إن المعجنات لازم تبقى عجينتِك لينة وطرية زبدة كده زيِّك بالضبط. تمام، دي أهم نقطة في المعجنات. أول ما تلاقي العجينة كده بقت زبدة وجميلة وطرية، كده أنتِ وصلتِ للقوام اللي هيطلّع لِك المعجنات هشة وناعمة جدًا وتطلع معاكِ طرية كده. هنا هابدأ أعجن. لو بتتعبي من العجن ممكن بعد ما تلمي السوايل بالدقيق تقدري تريحيها كده 5 دقايق وبعدين ترجعي لها، هتبقى سهلة معاكِ جدًا في العجن ومش هتتعبِك خالص. هنا هنبدأ ننزل، احتاجتِ دقيق رشي رشة دقيق، احتاجتِ مَيّة ما فيش مشكلة تبقى جنبِك طبق مَيّة كده، يعني يا دوبك تحطي إيدِك في طبق المَيّة وترجعي لعجينتِك لو حسيتِ إن أنتِ محتاجة مَيّة. أهم حاجة تبقى طرية جدًا. حطينا رشة زيت في الطبق ودهنا العجينة زيت وسِبناها تختمر لمدة نُص ساعة. رجعنا لها هنكوّرها الكوّر المناسبة لينا. أنا هنا هاكوّر كده كورتين وسط كده عشان أعمل رغيفين كده عيش زي البكاكيم يا جماعة الصغنّنة الجميلة، ممكن تحشيها للولاد أو تنزّليها على السحور بإذن الله في رمضان. كل سنة وأنتم طيبين. وممكن تحطيها على العشا، على الفطار براحتك. هنا هانزل بعجينة أو كورة كبيرة كده عشان نعمل منها الباتيه بتاعنا الجميل بكل سهولة. وهنا كده فطاير تانية كده زي ما أنتم شايفين، هاكوّر واسيبها شوية كده ترتاح برضه بعد ما كوّرناها كده 10 دقايق وارجع لها تاني. هنجيب كده الكورة الكبيرة اللي إحنا عملناها، لو أنتِ حاسة إنِّك محتاجة دقيق على الرخامة رُشّي رشة دقيق ما فيش مشكلة خالص. أنا كنت مش حاسة، يعني مش عايزة العجينة تبقى تنشف معايا أو تاخد دقيق، فكنت شغّالة عليها عادي. هنبتدي كده نفردها بشكل مستطيل، ماشي، لا تبقى سميكة أوي معاكِ ولا تبقى رقيقة، مضبوطة كده. هنبدأ نفردها كده بشكل مستطيل ونضبّطها، وبعدين تحطّي الحشوة المناسبة ليكِ. عندِك مربى، عندِك شوكولاتة، عندِك جبنة، حتّة جبنة قريش ممكن تقلّبيها على حتّة جبنة ناعمة من دي اللي هي بتبقى في علب اللي هي الفيتا دي، تقلّبي بس ما تنفعش تحطّي قريش لوحدها لإنّها هتنشف معاكِ. قريش وتقلّبيها على قطعة جبنة من دي كده تبقى جميلة. دي أنا جبنة العلب اللي هي موجودة في السوبر ماركت ديّة، تمام. وبعدين حطيت الحشوة بتاعتي وهابدأ أرُول كده وألفّها زي ما أنتم شايفين. هنا أنا باضبط الجبنة عشان تبقى مضبوطة كده متوزّعة على القطعة كلّها.
ممكن على فكرة في حشوة جميلة أوي برضه أنا باعملها، شوية صلصة كده من برطمان الصلصة اللي بتجيبيه من برّه، بتنزلي كده عليه بمعلقة من الزيت، وممكن تفُكّيه كده بشوية مَيّة، أو تحطّي عليه شوية زيتون، وتحطّي عليه مثلًا قطعة جبنة كده وتدوّبيهم في بعض، وتحطّي الحشوة دي بتبقى جميلة جدًا، بتدّيكِ طعم البيتزا بالضبط. هنا هنبتدي نلِف، وبعدين طبعًا نبدأ بقى نلزّق كده الناحيتين كده على بعض عشان ما تفُكِّش معاكِ. بعد ما نلزّقها كويس جدًا، هنبتدي كده نعدلها بقى على الناحية المضبوطة، علشان لمّا نيجي نقطّعها تبقى ما فيهاش أي كده خدوش أو حاجة خالص، تبقى ملساء وجميلة. وأبدأ أقطّعها التقطيعة المناسبة ليّا، على قد ما أقدر القطعة كده تبقى قد بعض كده عشان تبقى شكلها حلو كده في التقديم، ولو طلعت مش مضبوطة معاكِ ولا يهمِّك خالص، كل حاجة أنتِ بتعمليها لولادِك هتطلع زي الفل، أنتِ مش هتبيعيها ولا حاجة، أنتِ بتقدّميها لولادِك، وتسلم إيد كل سِت وكل أم بتحاول توفّر من لا شيء كل الإمكانيات علشان ولادها، تسلم إيدِك. هنا هنبتدي نرصهم كده في الصينية، دهناها شوية زيت كده بُساط، هترصي في الصينية وبعدين تسيبيهم يختمروا، ولمّا تختمر كده ويعني في حدود مثلًا 10 دقايق، ربع ساعة، نُص ساعة، ما فيش مشكلة. بعد ما تختمر كده هتدهنيها بشوية لبن، بشوية مَيّة، بشوية عسل أسمر، وتكوني فكّاهم بشوية مَيّة كده، بشوية قهوة برضه حاطة عليهم شوية مَيّة ومقلّباهم، بصفار بيضة، تمام، كل ده جميل، ولو شوية مَيّة والله اللون هيطلع معاكِ زي الفل. وبعد ما بتطلع طبعًا من الفرن بنكون عندنا بخاخة المَيّة أو بإيدِك كده رشة مَيّة وتغطّي عليها تطلع معاكِ ملبن. هنا هنبتدي نفرد بقى الكور اللي هي وسط كده اللي أنا كنت عاملاها للعيش، اللي هو البكاكيم الجميلة دي اللي تقدري تحشيه لولادِك. هنجيب الصاج بتاعنا أو الصينية نحط فيها كده قماشة جميلة، ونبدأ نحط كده الدواير بتاعتنا اللي هو العيش، فردتِ واحد تغطّيه، وتعملي الفردة التانية وتغطّيه برضه، وبعدين شوية كده تسيبيه برضه يرتاح، وتبدئي عايزة على فكرة في الفرن ما فيش مشكلة خالص، بس دايمًا يبقى فرنِك حامي طالما بتخبزي أي حاجة، تكوني مشغّلة فرنِك كده وأنتِ شغّالة، ماشي. لكن على فكرة هتعمليه على الطاسة بمنتهى السهولة خالص، خالص، مش هيتعبِك في أي حاجة. تكون طاستِك ما فيهاش أي حاجة خالص، ما تحطّيش أي مادة دهنية في الطاسة. المهم إحنا كده كُنّا فردنا العيش بتاعنا، هنبتدي نفرد بقى الفطاير اللي إحنا هنعملها دي، جميلة جدًا، تفرديها كده بقدر الإمكان كده، يعني ولا رقيّق برضه أوي ولا سميكة أوي. وبعد ما فردتها تكوني جايبة شوية سمنة كده مسيّحاهم، ماشي، أو تكوني جايبة شوية زبدة برضه، تكون فكة كده بحرارة الغرفة تدهنيها، المتاح عندِك افرديه، لكن يعني ما بارجّحش الزيت طبعًا. بعد ما فردنا شوية السمنة يا جماعة، هنبدأ كده نلفّها كده مع عقارب الساعة كده، ماشي، تبدئي تلفّي، 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 أو عكس عقارب الساعة معلش، هنبدأ كده، بندخّل من تحت عشان الزبدة والسمنة اللي أنتِ حاطاها ما تفُكِّش أو تطلع منِّك، برضه نحُط غرزة كده من فوق بصابعِك كده عشان برضه السمنة ما تطلعش منِّك، ونسيبها زي ما أنتِ شايفاها كده تتخمّر بقى على صينية، على الرخامة بتاعتِك بعد ما ترشّيها بشوية من الدقيق، ما فيش أي مشكلة خالص، وتكوني مغطّياها كده عشان وشّها يا جماعة ما ينشفش ولا يشقّق. هنا هافرد فردة تانية برضه هاورّيها لكم، فردنا كده دايرة جميلة كده، لا سميكة ولا رقيّقة، وهادهنها بالسمنة بتاعتي أو بالزبدة زي ما قُلنا، مش ضروري الزبدة تبقى سايحة يا جماعة، بحرارة الغرفة تتفرد معاكِ كده زي ما بتكوني بتفردي جبنة كده، ده لو أنتِ هتعملي بزبدة، وتبدئي كده تلفّي، 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 تمام. الطريقة دي سهلة جدًا يا جماعة، جدًا، جدًا، عشان تورّقي تعملي شوية فطاير، ولا بقى فطير يعني لو عايزة تعملي شوية فطاير كده من لا شيء، من ما فيش، هتطلع جميلة معاكِ جدًا. حطينا برضه
برضه أنا باورّيكم فردة تانية بعد ما دهنا شوية السمنة أو الزبدة بتاعتنا. أهو يا جماعة إحنا بنلِف وبعدين بتقفّلي كويس جدًا وتنزلي تقفّلي من تحت. بُصّي، بتقفّلي من تحت وغارزة برضه من فوق وتسيبيهم بقى يختمروا مع نَفْسهم. هنكمّل بقية العجينة بتاعتنا، وبعد ما سِبناهم كده يرتاحوا ربع ساعة، تبدئي في أول واحدة كده تفرديها فردة كويسة. أول واحدة يا جماعة أنا هاعملها لكم بقى كرواسون، ماشي يا جماعة، جميلة جدًا. شوفي يعني في طريقة طبعًا الكرواسون يا جماعة بتبقى صعبة، أنا باشوفها صعبة والله يعني. أنا أحب دايمًا الحاجات السهلة. يعني أنا في البيت ما بيبقاش يا جماعة كل واحد وليه يعني زي ما بيقولوا كده صنعته يعني. فأنا أكيد مش هابقى زي الراجل اللي في المخبز أو الشيف العالمي اللي هو ده شُغلته يعني، تمام؟ فأنا عشان كده يعني اللي أنا شايفاه إن أنا أجيب طريقة سهلة أقدر أعمل بيها كرواسون في منتهى السهولة من غير أي افتكاسات. هي دي الفكرة وأنا دي طريقتي لمّا باحب أدوّر أعمل أي حاجة بادوّر على الطريقة السهلة. فأنا شايفة إن دي طريقة سهلة جدًا ومناسبة إنِّك تعملي بيها كرواسون، يبقى سهل جدًا معاكِ. تقدري بقى تفردي كده عجينتِك. هنا الأول كنت باورّيكم العيش، ماشي، جينا حطينا العيش زي ما أنتِ شايفة كده في الطاسة من غير أي مادة دهنية، لقيتيه قَب ما شاء الله. بُصّي قَب إزاي يا جماعة، فتح معاكِ. على فكرة لمّا هتعملي كمان الحجم الصغير هيعجبِك أوي. وطبعًا يعني باعتذر عن الطاسة ديّة أزلية معايا، ماشي يا جماعة. طبعًا طاستِك بقى كده لو تقيلة وجميلة كده هتضبط لِك أحسن وأحسن. بُصّوا يا جماعة بيقِب بالتنّيكِ تتّاكي كده من الجناب من كل حتّة، تتّاكي من هنا يتفتح من الناحية التانية لغاية ما يقِب معاكِ خالص. الصغير هيقِب معاكِ بمنتهى السهولة وهيبقى أحلى من الحجم الكبير اللي أنا عاملاه. أنا كنت عاملة يا دوبك بس رغيفين كده عشان أورّيه لكم، جميل يا جماعة تقدري تفتحيه، يعني تقدري تفتحيه، ماشي. وتحطّي فيه تقدري تقطّعي لو أنتِ عملتِ مثلًا الحجم ده تقطّعيه كده مثلثات مثلًا وتحشيه أي حشوة للولاد في أنا مش عايزة أقول لِك إن طعمه والله ما محتاج حشوات. تقدري تحطّي فيه مثلًا شوية فول يبقى جميل جدًا. تقدري تحطّي فيه مثلًا قرص طعمية لو أنتِ عملتِ الحجم الصغير ده بيبقى جميل. طبعًا قطعة جبنة، شوية لانشون كده، جميل بالهنا والشفا. هنا الفطاير اللي أنا وريتها لكم، اللي هي كانت بتدّهن بالسمنة دي، بعد ما اختمرت جبنا واحدة منهم وفردناها وقطّعناها مثلثات زي ما أنتِ شايفة كده. وهتبدئي تروليها كده، تلفيها، تحوّل معاكِ لmini كرواسون كده أو mini molto اللي الولاد بيجيبوه بيبقى غالي جدًا. فممكن تعمليه لهم تحشيه جبنة، تحشيه مربى، تحشيه شوكولاتة، براحتك خالص. تبدئي تلفيه. بُصّي، بتعملي المثلث ممكن على فكرة تشدّيه أكتر من كده. أنتِ بتمسكي العجينة وتشدّيها المثلث، يعني تمسكي المثلث وتشدّيه كويس أوي وتحطّي الحشوة اللي أنتِ عايزاها. هنا معلش وقت مستقطع كده أنا كنت خرّجت هنا الباتيه بتاعي، ماشي يا جماعة، جميل جدًا. هنا بقى باورّيكم الكرواسون، أنا باورّيكم الباتيه كده بعد ما خرج يعني من الفرن. هنا برضه رجعت للكرواسون حطيت حشوة جبنة أهو، وتبدئي تشدّي وتلفّي بمنتهى السهولة جدًا يا جماعة من غير أي صعوبة خالص ولا حركات خالص. هيطلع معاكِ والله جميل، ماشي. هنا هابدأ برضه أفرد واحدة كمان، ماشي، زي ما أنتم شايفين كده. الفردة اللي أنا بافردها دي يا جماعة أنا بقى دي خلاص يعني دي فطيرة بقى. دي فطيرة بقى، يعني هتبدئي مثلًا تسوّيها بقى. يعني دي الطريقة اللي إحنا اللي هي كنا بندهنها زيت، دي فطاير هتطلع معاكِ جميلة جدًا. وتقدري دي مثلًا لو أنتِ ما عندكيش حشوة، معلش يعني ممكن أبقى ما عنديش جبن، ما عنديش أي حشوة للولاد في المدرسة خالص. والله الفطيرة دي أنتِ عملتيها بشوية دقيق وشوية مَيّة ودهنتِ شوية سمنة ولفّيتيها. وبُصّي يا جماعة دي بقى لازم نحُط زيت في الطاسة، بعد ما الطاسة تسخن أوي، 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 هتنزلي بالفطيرة بتاعتِك وتحُطّي شوية من الزيت، ماشي. وبعدين هتبدئي بقى تقلّبيها. دي فطاير لمّا تقطّعيها كده مثلثات للولاد في المدرسة ما أنتيش محتاجة حشوة، مش محتاجة حشوة فعليًا.
هتقطّعيها مثلثات كده وتحطّيها في الlunch box جميلة مع كوباية عصير، مع إزازة عصير، لو الدنيا قافلة معاكِ خالص وما عندكيش حشوات أو جِبَن في التلاجة، جميلة جدًا يا جماعة. أنا باحاول يا جماعة أوفّر لكم أي أفكار تساعدكم، عشان طبعًا أنا عارفة إن في ناس ممكن يوصل بيهم الدنيا إن ما فيش جِبَن في التلاجة، صدّقوني والله في ناس كده يا جماعة والله الأيام دي، ربنا يرحمنا ويسترها علينا يا رب. بُصّي الفطيرة وجمالها، دي مش محتاجة يا جماعة حشو، هتقطّعيها بشكل جميل، بُصّي منظرها قابة وجميلة لونها تحفة، ما تنسيش إن دي لازم تحطّي شوية زيت في الطاسة بعد ما الطاسة بتسخن وتنزلي بالفطيرة تحطّي شوية زيت. بُصّوا يا جماعة منظر المعجنات تحفة جميلة، سهلة جدًا، أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم وتكون الفطاير عجبتكم، لو وصلتِ معايا لغاية هنا يا ريت تعملي لي لايك، أشوفكم على خير، أتمنى لكم حياة أحلى.